عائشة تديت الله عليه خيلتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويبايغمرو إيلر نعم الإدام الخل على بايمرو صلى الله عليه وسلم يؤمن شامبيش الخما ديك نجمايو قنزال قنزة ديك شامبيش خمي على بايمرو صلى الله عليه وسلم إذا أكسستو إمام مسلم سديتن رواية جابر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز بايمر عليه الصلاة والسلام سندينها شاكوك دير حق لحسن شاول شوغير داخشا بايمر وجامع قياتشنا بايمر شيخوسم جدا تبيبك كيسك حقي ترال فقالت بايمر ألق ما من أدم ويقبيبك تشامب شما يوي جوح الخياتن شي جوح فقالوا بايمر جوابت لا الدير ياتق إلا شيء من الخل تجم قنزم دوي قاعد السنة قال بايمر الله صلى الله عليه وسلم فإن الخل نعم الأدم بقول إقانز ديك شامبيش خما يؤزل قال جابر باطق فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم بايمر يكن خزن شولتها إقانز شو دق ما ديزلر شنال بايمر يحست وشين خزتشا شو دق ديزلر شين إقانز على تو وقال طلحة على تولتا ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر جابر يقول حديث خزن شولتها شين دق ما ديزلر رجال سان الديزل خو بعم خل بايمر يحست ور بعم خلق يتسبعم خلق سان دق ديزلر زهد من جرمي ستيس الله عليه وسلم قال كنا عند أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري والجقادرته فأتي بلحم دجاج تختيو تجا 10 دولار شاتخون دي كوة مجيجك دير فتنحى رجل من القوم تختونيو قاعين وتقونها يستروي الأربوغ فقال أبو موسى الأشعري سألتهم ما لك خذوا أعل فقال تقون عشو إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا أكلها إتكوت متاحهم يوش جنيرشين تويس أخذوا تهم يوش جنيرشين تخشى تشاغو ما ينير الله عز يبوش شايكوت يؤر ما يعتال قال أبو موسى أشعري سأل أدنو حتى خل أهلتوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقشن جم جير بايمرا يأكل لحم دجاج كوت مجيجك دوشال تو بين بالدوي تون إتيزر إدركم دعده قنتوا بايمرا ما دي إن إجيجك على قوت مي تون حتى خل أهل إخلتنا لعقر بايمر عليه الصلاة والسلام دين دول عبادة ميل جو لا تخير دتارها بايمر يئني الخمان تها أقل جو عابل بول صحابش تندير خلاوش صحابش تندير الله سيدي نتير